في يوم من الأيام، من أكثر من 4000 سنة، كان في شاب صغير اسمه باكي بيشتغل مساعد عند المهندس العبقري إمحوتب. الناس كانت بتقول عليه بيكلم الآلهة وبيفهم لغة الطير. هو سيدي إمحوت فين؟ سمعت أنه بيجهز اختراع يغير الدنيا. الغرفة 22. ما حدش كان مسموح له يدخلها. كانت جوه المعابد متقفلة بباب من حجر الجرانيت، ولي فيها كان سر من أسرار الزمن. إمحوتب واقف وسط أدوات غريبة زي آلة بتقيس الوقت باستخدام المياه، وعجلة بتلف لوحدها بالريح، وجهاز بيطلع نار من الشمس. يا باكي، لو الزمن أتنقل الناس هتفتكرني مجنون، بس اللي أنا بعمله دلوقتي ولاد ولادك هيستعملوه من غير ما يعرفوا إننا اللي بدأناه. إمحوتب وباكي بيقعد جنب إناء فيه مياه وعليه علامات بالهيروغليفي. باكي يعني الساعة دي تقدر تقولنا الوقت من غير شمس. إمحوتب وهو بيضحك: أيوه يا باكي، دي الساعة المائية، واللي بعدها هيكون عندنا ساعات من نار وساعات من رمل. لكن مش الكل كان فرحان باللي بيعمله إمحوتب. الكهنة شفوا إن اللي بيعمل ده ضد قوانين الآلهة. لازم نهرب يا سيدي، لو مسكونا هيكسروا كل حاجة. متخافش، أنا خزنت كل أسراري في بردية مخفية، هيجي يوم وتظهر تاني. في سنة 1920 عالم آثار إنجليزي اكتشف بردية غريبة جنب هرم زوسر، مكتوب عليها بالهيروغليفي: الزمن دقيرة والاختراع مش بيضيع. ابحث عن الغرفة 22.